السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في البداية طبعا وزي ما احنا متعودين بنحب نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده كده جايه لكم بروتين سريع من الشقة كلها. هي ما فيهاش حاجة، يعني زي ما انتم شايفين كده. يعني انا امبارح كنت منضفة ومسحة الخشب وكله تمام، بس الجو كان مطر امبارح. فصحيت النهارده لقيت الشمس طالعه، فتحت الشقه كلها. قلت تهويه، يعني احنا عارفين ان التهويه مطلوبه ولازم نجدد الهوا كده كل يوم. فتحت بقى البلكونات كلها والشبابيك. آه، كده هنا تمام. مش هعمل هنا اي حاجه طبعا، الدنيا نظيفه ما فيهاش اي حاجه. عندي بقى هنا كده المطبخ مش قادرة بقى اقول لكم شكله عامل ازاي، يعني تحفة بصراحة. بس هنعمله مع بعض. بصوا، اللي على الارض دي مشمعات كنت مغطية بيها الغسيل، بس هلمها يعني. والمواعين والدنيا زي الفل، كل ده هيتروق كده معاكم ان شاء الله. تمام. وهنا الأوضة دي أنا روقتها، ما فيهاش حاجة. طبقت البطاطين، كنت عايزه اطلعها تتشمس، بس عايزه اقول لكم ان الجو الصبح كان عمال يفتح ويغمض، يعني حابه تبقى كويسه وحابه لا، فخفت بصراحه اطلع حاجه الدنيا تشتي ولا كده، فمرضتش اطلع. اكتفيت بان انا افتح الشبابيك والبلكونات والهواء يدخل الشقه وخلاص. اهو. وهنا برضو الدنيا تمام، مفيش اي حاجه، كله مترتب كده. بس فتحت برضو البلكونه. هطلع بقى كده الم الغسيل واحده واحده. تمام. هلم الغسيل طبعا وارجع لكم تاني. انا خلاص خلصت لم غسيل وطبقته كمان ورصيته في مكانه. هندخل بقى على المطبخ. تمام. المطبخ طبعا انا زي ما وريته لكم كده مش نظيف خالص اهو. هلمه بقى خالص كده وارتبه وخليه نضيف زي الفل. وهنرجع بقى نعمل الغدا بتاع النهارده. و يعني انا مقرره اعمل عدس. لو فضلت على اللي في دماغي وعدس هيبقى تمام. حاجه تانية ادينا مع بعض. هلم كده الدنيا، مش حابه اطول عليكم وقت الفيديو وخليكم معايا. كلنا عارفين ان الدنيا بتتلم ازاي وبتتنضف ازاي والمواعين بتتغسل ازاي. هخلص وارجع لكم تاني. هنا بقى كده انا كنت خلصت المطبخ اهو. طبعا كنتوا شايفين المنظر عامل ازاي، حتى الارض ما كانتش فاضيه. الحمد لله نضفته كده اهو. الشكل ده كده. والحوض اهو لمعته، ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام. دي علبه كده انا بحط فيها المسحوق والحاجه. الشكل ده كده. هنعمل بقى النهارده الغدا، وهو العدس زي ما قلت لكم. يعني قررت مش هرجع في كلامي تاني. معايا هنا كده دي حله على النار فيها حته سمنه فلاحي. هقول لكم بقى على طريقه حلوه جدا هتجربوها ومش هتندموا. دي حاجه كده كانت في السمنه. تمام. عندي هنا للعدس بحتاج طماطم وجزر وبطاطس وقرن شطه وبصلايه وفصين من الثوم. طبعا ده حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هعمل كوبايه، يعني كوبايه عدس كده اللي هم بتوع الشاي دول، مش كتير. اهم حاجه العدس يبقى لونه احمر كده وحلو. الخضار اللي عندي ده هقطعه مكعبات وهشوحه هنا في السمنه دي كده. هقطعه دلوقتي وارجع لكم تاني. اهو كده انا قطعت الخضار اللي عندي بالشكل ده كده. اي تقطيعه تحبيها، مكعبات، طريقه عشوائيه كده مش مشكله. زي ما قلنا بطاطس، جزر، بصل، توم، طماطم. تمام. لو عندك كمان كوسايه. الخضار كل ما حطيتيه في العدس كل ما بقى حلو جدا. اهو هديله بقى تشويحه كده كويسه لحد ما يدبل خالص. الطريقه دي حلوه جدا، مش قادره اقول لكم الريحه بس اول ما نزلت كده بشويه الخضار عامله ازاي. بجد والله تحفه. جربوا الطريقه دي وهتدعوا لي. هنشوح كده الخضار كويس قوي. هنغطي عليه لحد ما يدبل. انا هعلي شويه.
انا كنت موطيه اهو. وهعدل الحله. هجيب الغطا واغطي عليه لحد ما اغسل كوبايه العدس اهو بالشكل ده كده، وهرجع لكم تاني. كده بقى اهو انا كنت غسلت العدس. انا اسفه. والخضار معايا هنا اهو كان اتشوح تشويحه كويسه. والله يا جماعه جربوا الطريقه دي وهتدعولي بجد، هتاكلوا شويه عدس كده تحفه. العدس بقى كده اهو بضيفه تمام، وبرده هسيبه يتشوح كده 5 دقايق مع الخضار ده. اهم حاجه بكون معليه النار عشان يتشوح كويس. وبعد كده بقى هضيف الميه بتاعته عادي، ميه من الحنفيه. عندك كاتل اللي عايزه تضيفي ميه سخنه براحتك خالص، كده ما بياخدش سوا خالص على النار، بتلاقي الخضار استوى على طول مع الميه، لانه طبعا التشويحه دي بتخلي الخضار يستوي نص سوا. هسيبهم يتشوحوا 5 دقايق وهرجع لكم تاني عشان نحط الميه مع بعض. كده الخضار اتشوح كويس اهو بالعدس. هضيف بقى الميه بتاعتي. طبعا كميه الميه حسب ما انا حابه العدس، بحبه تقيل كده وكويس يتغمس كويس. ما بكترش الميه قوي، حباه خفيف اكتر الميه. تمام. انا بالنسبه لي بحبه وسط، ولا بحبه تقيل قوي ولا بحبه خفيف قوي، فيدوبك كميه الميه اللي هحطها هتغطي كده الخضار. هضيف كمان شويه لانه طبعا العدس لما بيبرد بيتقل. تمام. بس كده انا شايفه ان كميه الميه دي كده كويسه مناسبه، ومش هيزعلك ان انت يطلع خفيف شويه. قصدي اسفه، مش هيزعلك انه يطلع تقيل شويه وتخففيه بميه، انما تخففيه قوي مش هتعرفي تعالجيه. اهو هسيبه كده على النار لحد ما يستوي وهرجع لكم تاني. هنا بقى حبايبي كان العدس استوى اهو. مش قادره اقول لكم ريحته قد ايه جميله ولونه كمان. انا هحاول اقفل لكم الفلاش علشان تشوفوا لونه، لان الفلاش شويه بيخلي الحاجه لونها فاتح اهو، لكن هو لونه حلو جدا. تمام. هو كده برد. هضربه بقى في الخلاط وهرجع اقول لكم على اخر خطوه هتتعمل. هنا بقى انا كنت ضربت العدس كده في الخلاط، وحطيت الحله تالي على النار وحطيت فيها حته سمنه فلاحي هتسيح كده معايا. ده كده العدس اهو الشكل ده لما ضربته في الخلاط. اهم حاجه تضربيه ضرب كويس قوي عشان يطلع معاكي ناعم كده وقوامه كريمي وحلو. دي اهم خطوه بقى. بتسيحي السمنه كده كويس وبتجيبي بقى البهارات بتاعتك، وهي عباره عن ملح وفلفل وكمون محوج. لو عندك مكعب مرقه خضار مفيش مشكله خالص، برضو بيدي طعم حلو، بس للاسف انا ما كانش عندي اهو. مش قادره اقولك بقى لما بتحطي البهارات كده في السمنه بتدي ريحه حلوه قوي. شكرا يا فريده لمساعدتك. بصي بقى الريحه روعه في منتهى الروعه. تمام. انت ممكن تكتري سمنه طبعا اكتر من كده، بس انا ايه علشان خاطر بحط سمنه تاني فوق الوش. مش قادره اقول لكم بقى الطشطشه ديت بتلسع جامد وبهدلت الدنيا اهي. فانا هوطي النار كده خالص. نخلي بالنا من الخطوه دي كويس علشان خاطر الحله بتبقى سخنه قوي مع السمنه والبهارات فبتلسع. مش قادره اقولك الريحه قد ايه حلوه. هنا بقى كده كان العدس خلاص اهو، انا قفلت عليه. هغرفه بقى كده في المج. انا بهدلت الدنيا معلش. هظبط كده الطبق ده وهرجع لكم.
هو ده بقى يا جماعه كان الشكل النهائي لطبق العدس بتاعي. مش قادره اقول لكم جربوا الطريقه دي بجد مش هتبطلوا تعملوها. حابه بقى انتي تزودي له اي زيادات تانية، شعريه، بصل، دقة توم، اي حاجة انت بتحبي تضيفيها دي حاجة براحتك خالص طبعا. كل واحد حسب رغبته، احنا بنكتفي بيه كده، ما بنحبش نزود له اي اضافات تانية، خصوصا ان هو كده قوامه مظبوط قوي، مش محتاج شعرية ولا حاجة علشان تتقليه. شايفة القوام عامل ازاي اهو، لان احنا بنحب نغمسه ما بنعرفش نشربه بصراحة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.